لو حضرتك فاتح النسخة المدمجة بدون ربط الجهاز بنفس رقمك المحظور، فتحديث الواتساب ده جميل جدا جدا جدا، هيكون ليك انت، وهو واتساب دي اتش. يعني حضرتك فاتح النسخة ديت من حوالي 10 شهور او تقريبا ما يعادل سنة فاتت. تمام، حطيت رقمك المحظور في النسخة المدمجة، الرقم بتاعك اشتغل زي الفل بدون ربط الجهاز، فالتحديث ده ليك وهو واتساب دي اتش. النسخه دي جميله جدا جدا. اول حاجه عايزها منك تمسك الموبايل بتاعك وتدخل على المتجر بلاي، وتبدا تكتب هنا في البحث وتبدا تكتب هنا في البحث زي ارشيف، تطبيق زي ارشيف عشان هنحتاجه في فك الضغط. تمام، اول ما تثبت عندك التطبيق هتخرج كده، هتدخل على التليجرام، رابط قناه التليجرام في وصف الفيديو. تمام، هتيجي هنا تحديث واتساب دي اتش بدون ربط بنفس رقمك المحظور، هنضغط عليه. هنا طبعا بيظهر ايقونتين لتطبيق زي ارشيف. تمام، طبعا لسه برضو رادد على حد في قسم التعليقات على تيك توك. تمام، كان بيقول لي انا لما بدخل بيقول لي الارشيف تالف. ما احنا قلنا يا جماعه وبنقولها في كل فيديو، عندك الايقونتين بتوع تطبيق زي ارشيف، لو ضغطت على اول واحده هي اللي هي مكتوب فيها زي ارشيف استخرج الى اسم الارشيف، يعني لو ضغطت على الايقونه اللي فيها انجليزي وعربي هيقول لك الارشيف تالف. وبالدليل اهو هنضغط عليها، هنضغط على هوت، هنضغط على النسخه، بص هيقول لك ايه، هنقول تثبيت، هيقول لك الارشيف تالف. ليه؟ لان احنا ضغطنا على النسخه اللي هي بيكون فيها انجليزي وعربي. تمام، يعني احنا ما نضغطش على اللي فيها انجليزي وعربي. تمام، هنضغط على اللي فيها انجليزي بس، يعني هنضغط على الايقونه اللي فيها انجليزي دي بس. تمام، هي تاني واحده. بعد كده هنضغط على تحديث واتساب دي اتش بدون ربط بنفس رقمك المحظور، هنضغط عليه. هنا دي اتش واتساب هنبدا نضغط عليه. هنا تثبيت، هنا بقى بيطلب مني كلمه المرور. كلمه المرور انا بقولها بصوتي على جزئين، هقول لك جزء دلوقتي والجزء الثاني هقوله لك في نهايه الفيديو. اول جزء من كلمه المرور هيكون 80، اول جزء من كلمه المرور كام؟ هيكون 80. تمام، تاني جزء بقى هقوله لك في نهايه الفيديو، ولكن انا هكتبه عشان استخرج النسخه قدامك. بعد ما كتبت كلمه المرور كامله هقول حسنا، هيبدا يستخرج معايا النسخه زي ما انتم شايفين. بصوا العرق يا جماعه، انا بجيب ميه من كل حته بصراحه يعني. هنضغط على اداه تثبيت الحزم اهيت. هنا بقى بيطلب مني تحديث واتساب دي اتش واتساب، هل تريد تحديث هذا التطبيق؟ اقول له حدث التطبيق، هيبدا يحدث معايا التطبيق عادي مفيش اي مشكله. تمام، او زي ما انتم شايفين اهو، النسخه دي جميله جدا، حرفيا نسخه احترافيه. تمام، هقول تم، هطلع كده عفوا، هروح بقى على النسخه اهي. تمام، هتلاقي دي اتش واتساب اهي، دي اتش واتساب، دي اتش واتساب ديت النسخه تقدر تحدث بيها. حضرتك بقى فاتح النسخه المدمجه بدون ربط الجهاز بنفس رقمك المحظور، فاتح بقى نسخه واتساب الاسود وواتساب ام اي واتساب جي بي واي نسخ من النسخه اللي احنا اتكلمنا عنها تقدر تحدث بيه دي اتش واتساب. دي خاصه بالتحديثات بتاعه النسخه اللي احنا فتحناها من 10 او سنه تقريبا. تمام، النسخه المدمجه بدون ربط الجهاز بنفس رقمك المحظور. تمام، اتمنى اكون وصلت لكم المعلومه بشكل سليم. وطبعا اخر جزء من الباسورد هيكون 40. لو ما شفتش الجزء الاول رجع الفيديو من الاول خالص واتفرج على الفيديو واسمع الجزء الاول كام والجزء الثاني هو هيكون 40. تمام، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى بقى بدعوه حلوه كده واشتراك في القناه وفعل زر الجرس على الكل. واخواتي وحبايبي اللي بحبكم، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه حلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. كل سنة وحضراتكم طيبين. وما تنساش بقى في الكومنتات بالله عليك تصلى على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم.